طبعا فيريرا بعد الجيم ده هيطلع زي ما قال قبل كده، يقول لك ان كل الفرق في افريقيا بتلعب 6 ماتشات انما الزمالك بيلعب 4 بس، على اساس يعني ان ضاع منه ماتشين. عارف انت فيلم الف مبروك؟ اهو ده اللي بيحصل مع الزمالك، نفس الماتش بيتكرر هو كل مره. تابعوني انا صاحب الكوره عشان نشوف ايه افكار الزمالك الهجوميه وايه المشاكل الدفاعيه. التركية الوحيده اللي كان بيشتغل عليها الزمالك النهارده هي الناحيه دي، ناحيه شمال الزمالك اللي هي مين؟ المريخ. ازاي؟ عن طريق ان شيكابالا دايما بيستدعي ضغط الباك اليمين، بيسحبه لتحت عشان يفرغ مساحه هنا يقدر يتحرك فيها الجزيري او سيف جعفر. هنلاقي هنا مساحه كبيره جدا بتتلعب الكره الطويله من عبد الشافي، مستغل زي ما بوضح لكم تقدم الباك. بص شيكابالا الراجل ده دايما بيندفع معاه في الرقابه عشان ما يسيبوش يستلم، ما يدلوش حريه انه يستلم ويلف ويجي بوشه، فبالتالي المساحه دي كلها بتبقى فاضيه. قطع هنا في المساحه سيف جعفر اللي دايما بيعمل الزياده الهجوميه والفارق من وسط الملعب. مع اختلاف اللعيبه الادوار بتاعه رقم 4 الباك اليمين لفريق المريخ واحده. هنا عبد الشافي في الزياده الهجوميه هو سايب المساحه ورايح يقفل على عبد الشافي، ده امر طبيعي لان مفيش حد في وسط الملعب هو اللي كان بيكمل في الحته دي. برده الكره بتتلعب طويله لسيف جعفر اللي بيقطع ويملى المساحه اللي في ظهر الراجل ده. فهي الشغل او الحته الهجوميه اللي كان بيعتمد عليها الزمالك طول الجيم النهارده. دفاعيا كان في مشكله. ايه هي المشكله؟ ان لا زيزو ولا شيكابالا بيردوا في الحاله الدفاعيه. مع التقدم الهجومي اللي كان بيعمله سيف جعفر فده كان بيقلل كتير من الكثافه في عمق الملعب. فتلاحظ هنا معايا ان محمد طارق وسيد عبد الله رايحين يقابلوا الوينج اللي بيعمل الكره العرضيه، فبالتالي بيتحط موقف هنا 2 على 2 في قلب الملعب، وده اللي عمل مشاكل كبيره جدا للزمالك في الحاله الدفاعيه. لعب الكره العرضيه عشان في 2 على 2 المهاجم قطع على القريبه، كان ممكن بمنتهى السهوله في الدقيقه 9 المريخ يسجل جول. بص معايا هنا التمركز الخماسي الدفاعي، هنا 2 بس في وسط الملعب، زيزو وشيكابالا راجعين لكنهم ما بيعملوش ادوار دفاعيه. ففي قلب الملعب هنا في موقف 2 على 2 والراجل ده اللي هو المهاجم الثاني بيسيب المدافع اللي معاه وينزل عشان يستلم في قلب الملعب هنا في البوكيت في المنطقه رقم 10. استلم، طلع المدافع عليه، فبص في قلب الملعب الموقف بقى عامل ازاي؟ 4 على 4. موقف دفاعي سيء جدا للزمالك بسبب ان الوينجين بتوعك ما بيرجعوش دفاعيا، دايما محطوط ضغط على قلب الملعب 2 على 2. عشان كده الزمالك لا كان كويس دفاعيا ولا كان متطور هجوميا. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.